بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسؤالنا الكبير: كيف تتعامل مع الله إذا أردت أن تتوب إليه؟ التوبة على 3 أقسام. القسم الأول توبة عامة الناس، وهي توبتهم عن الذنوب والمعاصي. أما القسم الثاني وهو أعلى، توبة الخاصة، وهم الذين يتوبون من ترك المستحبات. أما القسم الثالث وهو الأعلى، فهي توبة خاصة الخاصة. ما هي توبة خاصة الخاصة؟ لا يوجد شيء آخر. فإذا كان العبد قد فعل واجبات وقد فعل مستحبات، فيتوب من ماذا؟ ما بقي عليه شيء ليتوب منه. الجواب: بل توجد توبة أخرى، وهي توبة خاصة الخاصة، هي أن يتوب العبد من فعل المباحات، فتصبح أعماله كلها حسنات ولا مكان للمباح. قد يقول قائل: المباحات ليست محرمة، فلماذا أتوب منها؟ الجواب: من قال أن التوبة تكون فقط من المحرمات؟ يمكنك أن تتوب توبة ليست من المحرمات فقط، ولكن توبة تحول المباحات إلى ثواب وحسنات. نعم، أعرف أنه يجوز أن تفعل مباحات، وربنا يحب أن تؤتى رخصه، أعرف ذلك، ولكن الذي عنده علم بحيث يعرف كيف يحول المباحات إلى مستحبات، لا شك أنه أعلى مقاما عند الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ توجد طريقة تحول المباحات إلى مستحبات، وذلك باستخدام النية الذكية. كيف؟ إذا أردت أن تفعل مباحا، فانوي أنك تريد فعله لتتقوى به على طاعة الله. مثلا عندما تأكل، تنوي بالأكل تقوي على الصلاة، لأنك لو لم تأكل فلن تستطيع الخشوع بالصلاة، هذا واقع. طيب، شيء آخر: أنت ستنام. لماذا تنام هكذا بلا نية؟ 7 ساعات بلا حسنات بلا أجر، خسارة. انوي بنومك التقوي على الأذكار، لأنك لن تستطيع أن تركز في الأذكار إذا لم تنم، مستحيل. ولهذا تنوي بالنوم التقوي على الأذكار. هذه النية يسمونها تجارة الأبرار، لأنهم في الحقيقة أذكياء، يحولون بالنية تراب إلى ذهب. قال بعض أهل العلم: المؤمن وقت الراحة بالنسبة له طاعة، ووقت الطاعة بالنسبة له راحة. أنا أعلم الآن أن البعض الآن يقول: نحن نعرف هذه المعلومات وهي مكررة علينا، ونحن نقول: طيب، لماذا وقت العمل ننساها؟ لماذا وقت العمل لا نطبق النية؟ لأن العجيب أن النية سهلة لا تتعب أحدا. هل رأيتم أحدا يتعب إذا نوى؟ في أحد يتعب إذا نوى؟ النية بسيطة. لكن من الذي يتذكر؟ هنا المسألة. هذه الحلقة تذكرة، وقد قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذن خلاص اتفقنا على أن نحول مباحات إلى طاعة وحسنات بالنية. طيب، بعض الإخوة والأخوات يقولون: المشكلة أني لا أعرف ماذا يمكن أن أنوي. يعني ماذا أنوي لكي أحول المباحات إلى حسنات؟ ما هي النوايا؟ سأساعدك. إذا أردت أن تذهب إلى العمل، لا تنوي الذهاب للوظيفة فقط لكي لا يخصموا من راتبك، لا، انوي أن تعف أهلك وأولادك على الحرام، انوي أن تعمر بلدك المسلم، انوي أن تخدم المسلمين وتقضي مصالحهم ومعاملاتهم. عندها سيكون ذهابك للعمل في كل يوم أكثر ثوابا وأجرا، وليس مباحا فقط. مثال ثاني: إذا أردت أن تقود السيارة، لا تنوي فقط التنقل من مكان إلى آخر، انوي أيضا أن تستخدم السيارة في حسن الخلق، فتحصل على أجر لأنك تقود السيارة. في دراستك، انوي أن تفرح والديك بالشهادة، أن تنفع المسلمين بعلومك، سيصبح ذهابك للدراسة كله أجر في أجر. حتى الكرة، إذا أردت أن تلعب كرة، لا تنوي فقط ترويح النفس والرغبة في الفوز، لا، انوي أيضا أن تدخل السرور على إخوانك المسلمين الذين تلعب معهم، وأن تقوي جسدك بالرياضة. في الحقيقة توجد أشياء كثيرة، هاي فقط أمثلة. لكن بعض الناس يقول: أنا أحس أني لا أحول مباحات إلى مستحبات بالنية. لماذا؟ يقول: لأني أصلا سأفعل مباح سأفعله، لا أحس أني أفعله لله. يعني هل لي أجر؟ أنا لا أحس أني أفعل هذا الأمر لله. الجواب: نعم، سيكون لك أجر في نية تحويل المباحات إلى حسنات، لكن بشرط أن تكون النية صادقة. مثلا شخص أراد أن يحول مباح في الأكل إلى أجر،
فنوى بالطعام التقوي على الصلاة، لكنه أكل حتى انتفخ بحيث أصبح ثقيلا في الحركة، هذا غير صادق في النية، هذا لن يؤجر عليها. أما إذا أكل بقدر مناسب هذا هو الذي تتحول مباحاته إلى حسنات. مثال آخر، شخص أراد أن يحول المباح في الوظيفة إلى أجر، فنوى بذهابه للعمل أن يساعد المسلمين، فإذا كان فعلا يساعدهم فهو صادق ومباحاته تحولت إلى حسنات. وأما إذا كان يقول المراجعين تعالوا في الغد ويؤخرهم بلا سبب فهذا غير صادق بنيته فلا يؤجر. الذي نوى النوم لكي يتقوى على الطاعة لو كان صادقا لما نام الساعة 2 ليلا، لأنه لن يستيقظ أصلا لصلاة الفجر. فالمسألة ليست فقط بالنية بل بالصدق في النية. فلا تعمل بلا مقابل، اجعل أعمالك كلها حسنات. طيب لو سألنا سائل فقال لنا كيف أعرف هل تقبل الله توبتي أم لا؟ يا الله يا هل تقبل الله توبتي أم لا؟ الصراحة لا ألوم الذي يقلق من عدم قبول التوبة، لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. طيب أريد أن يتقبل الله مني. إذا أردت أن يتقبل الله منك فيجب أن تخاف ألا يتقبل الله منك. فإذا استمريت في الخوف من عدم القبول فهذه علامة على أنك يوم القيامة ستجد النتيجة طيبة بإذن الله تعالى. لأن الله تعالى ذكر حوارا دار بين أهل الجنة فقالوا لبعضهم البعض إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني كنا خائفين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فصار خوفهم هو سلامتهم ونجاتهم. والذي يخاف يسلم، لأن الخائف دائما تجده يعمل ويجتهد، أما المطمئن والضامن لا يزال في نقص حتى يتفاجأ يوم القيامة بشيء لا يسره. أتى رجل إلى الحسن البصري فقال له يا أبا سعيد إنا نصحب أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تتقطع. فقال إن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تدركك المخاوف. لا تضمن قبول التوبة. انظر إلى أخيار الأمة ماذا يقولون. هذا علي بن أبي طالب، أسأل الله يحشرنا وإياكم معه، يقول لو أعلم أن الله تقبل مني حسنة واحدة لما كان غائب أحب إلي من الموت، مع أنه من أهل الجنة. ماذا نقول نحن؟ من علامات أن توبتك مقبولة أن يكون العبد بعد التوبة خيرا مما كان قبل التوبة، فهو في تطور مستمر. فإذا تاب من ذنب أحدث بعده حسنات وطاعات جديدة. هذه الطاعات ما كان يفعلها قبل المعصية لكن يحدثها بعد توبته. هذه من علامات صحة التوبة. هذه بعض التعاملات تكون بينك وبين الله عز وجل كيف تحسنها إذا أردت أن تتوب إليه. بعد هذا كله نختم فندعو الله عز وجل لنا ولكم أن يقبل الله توباتنا وأن يغسل حوباتنا وأن يرفع مقامنا عنده وأن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، والحمد لله رب العالمين.